هو دلوقتي النادي الاهلي كان بيلعب ايه امبارح؟ كأس الانتركونتيننتال ولا كأس اسيا وافريقيا والمحيط الهادي ولا كأس الافرو اسيويه؟ وبعدين هو ليه النادي الاهلي استلم كاس ما دام في ماتشات بعد كده؟ وايه الفرق ما بين البطوله ديت وكاس العالم للانديه؟ طبعا انت في اللخبطه دي من امبارح. صلى على النبي يلا بينا. ادخل يا جابر. عشان تعرف قصه البطولات المصغره بتاعت الاتحاد الدولي ديت لازم تعرف ان هي في الاول والاخر هي بطولات تسويقيه معموله عشان الرعاه، وده من حقهم. انا عايز فلوس يا باشا اصرف على الاتحادات. خليني اقول لك ان النادي الاهلي دلوقتي بيلعب على 3 كؤوس ب3 بطولات. 3 دول مستحدثين. اول كاس كان امبارح كاس اسيا وافريقيا والمحيط الهادي، شكل الجديد الافرو اسيوي، تمام، اللي هو كسب الزمالك قبل كده. بس ده بطوله جديده، يعني ما نقدرش نقول عليها افرو اسيوي، يعني دي بطوله مستحدثه. بتاعت الزمالك اللي كسبها كانت حاجه تانية. ان الشكل القديم بتاع الزمالك ما كانش فيه حاجه اسمها اكيانوسيا، اللي هو العين لعبه وبقى ايه الزعيم بتاع المنطقه دي وبيقابل الزعيم بتاع افريقيا. وصلت كده؟ اللي هو هناك اوكلاند سيتي هو اللي بيكسب على طول. طب ليه البطوله اتلعبت على ارض الاهلي ما اتلعبتش هناك في الامارات، مع ان الاهلي كان هناك في الامارات؟ هي مشوره وخلاص. القانون بتاع البطوله ديت قال لك ان النادي الاهلي ما لعبش ولا بطوله تبع الاتحاد الدولي اللي هو الفيفا، يعني كاس العالم للانديه، على ارضه. فمن حق النادي الاهلي يلعب الماتش ده على ارضه. طب ليه بقى خد كاس؟ لانه هو حدد بطل المنطقه ديت. طيب هيبقى في كاس تاني ولا كده ده اخر كاس؟ يا باشا في كاسين. في كاس هيتلعب في قطر اسمه كاس التحدي، ده ما بين النادي الاهلي، فرقه لحد دلوقتي ما اتحددتش لكن بنسبه كبيره هتبقى فريق برازيلي، مع بطل الديربي الامريكتين، امريكا الشماليه والجنوبيه هيصفوا مع بعض، واللي هيخلص هيجي يلعب الاهلي. طيب خلصنا من كاس الاتحاد، هنخش على ايه؟ هنخش بقى على كاس الانتركونتيننتال، لكن كل مرحله من دول هي بطوله في حد ذاتها. نيجي بقى للتفرقه ما بين كاس العالم للانديه والانتركونتيننتال. الانتركونتيننتال دي يا باشا كانت بتتلعب زمان ما بين بطل اوروبا وبطل امريكا، ان برضو بسبب قصه الرعايه وقفت. نفس الوضع الافرو اسيويه اللي فاز بيها الزمالك قبل كده كان بسبب الرعايه ووقفت. فالبطولات ديت لما وقفت عملوا حاجه اسمها كاس العالم للانديه، الا ان برضو كان في مشكله تسويقيه في الحوار دوت، وان على طول بطل اوروبا بيجي في النهايه وياخد البطوله ويمشي. عشان كده الاتحاد الدولي قرر ان هو يعدل شكل كاس العالم للانديه ويبقى 32 فريق يتلعب كل 4 سنين. كده قيمه البطوله هتزيد والفلوس تزيد، وهتتلعب في الدوله اللي هيتلعب فيها كاس العالم. طب ايه بقى الانتركونتيننتال دي؟ الانتركونتيننتال دي يا باشا هتتلعب كل سنه زي كاس العالم للانديه، بس سميناها بقى ايه؟ كاس العالم للقارات. وكله خير داخل للانديه والاتحاد الدولي.